السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده من الفلفل الالوان ده هنعمل لاولادنا اكله جامده جدا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. انا عندي فلفل احمر الوان اهوت واصفر واخضر وبيضتين وقرنين فلفل حامي. الحامي ده اختياري، ونص كوبايه لبن ونص كوبايه موتزاريلا. الموتزاريلا دي اختياري مش اجباري، ومعلقه دقيق. وكان عندي بطاطستين مسلوقين مهروسين. ثواني اهو. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. دلوقتي يا حبايبي انا هجيب الفلفل بتاعي دوت. انا عايزه اقطعه دواير كده. بصوا دواير، انا عايزاه دواير بالشكل ده. شايفين السمك كده؟ ماشي اهو. هعمل كل الفلفل الالوان اللي عندي كده. دلوقتي يا حبايبي ده شكله، شايفين بعد ما قطعته حلقات اهوت. قطعته كله حلقات كده زي ما انتم شايفين. هنا بقى ده اللي فاض مني، اللي هو بعد التقطيع. اوعي ترميه، خليه استخدميه، اعملي بيه شاورما بتاع دوت، يعني في اي حاجه عندك، قرص بيض، اي حاجه. دلوقتي احنا هنبدا. تعالوا نشوف هنعمل ايه في الوصفه بتاعتنا دي. يلا بينا. ده الطبق بتاعي، هنزل فيه البطاطس اهي كده. البطاطس دي برضو يعني انت اللي عايزه كتير عايزه قليل براحتك. والبيض برضو عايزه تكتري البيض تقلليه، دي حاجه برضو ترجع اهوت. حطينا البطاطس اهي بتاعتنا، وهنحط عليها نص كوبايه اللبن اهي، وهنقلبهم مع بعض كويس. وهنحط عليها، انا عندي هنا، انا مش عايزه اكتر الملح، عندي ملح احط شويه، فلفل اسمر وثوم وبصل بودر، ما تحطيش اكتر من كده. وهنقلبهم مع بعض كويس جدا. وهنزل عليهم بالفلفل ده. انا ما كترتش لانه طلع حامي جدا وفي اطفال هتاكل منه. صدقوني فعلا الوصفه دي هتعجب ولادكم جدا، وهتخليهم يحبوا البطاطس المهروسه، وهيبقى طعمها روعه وشكلها حلو، لان ولادنا بحب الشكل بيجذبها زي الطعم. فاحنا هنحاول نجذب انتباههم ونحببهم في البطاطس دي، مفيده جدا. دلوقتي انا بقى هنزل عليهم البيضتين. بسم الله. ادي اول بيضه اهي، البيضه التانيه. يعني عايزه تكتري اكتر من كده بيض ماشي، ما يضرش. وهقلبهم كلهم كويس جدا مع بعض اهو، زي ما حضراتكم شايفين كده. دلوقتي اهوت قلبناها كويس مع بعض. هنزل بقى، عندي جبنه موتزاريلا اهي. مش شرط، لما عندكيش جبنه موتزاريلا مش مشكله، عايزه تحطي اي جبنه تانية حطي، بس صراحه دي بتفرق في الطعم هي والجبنه التركي، بس عشان انا دلوقتي ما عنديش. وهنقلبهم كده كويس اهوت. وهحط معاهم معلقه الدقيق، وهقلب كل الخليط ده كويس جدا مع بعضه اهو. دلوقتي ده حبايبي شكلها بعد ما قلبت المكونات كلها مع بعض. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. دلوقتي دي الصينيه بتاعتي، انا هحط فيها نقطه زيت صغيره كده وهقلبها فيها اهو. شايفين بقى كلها زيت. هاجي بقى الفلفل بتاع الالوان ده هرصه كده في الصينيه اهو. هرصه كده جنب بعضه في الصينيه كده. دلوقتي بقى انا رصيتهم كده في الصينيه، فهجيب بقى الحشوه بتاعتي دي احطها كده بشويش. ايوه زي ما انتم كده شايفين اهو، فيها كلها كده. ده يا حبايبي شكلها بعد ما خلصنا. طبعا انا هحطها فين؟ على البوتاجاز من فوق شويه. لو عايزين تحطها في الفرن على طول احسن، بس انا بفضل البوتاجاز ليه من فوق؟ عشان بسرعه لو انا مثلا مستعجله كده مش فاضيه. يلا بينا اهو. دلوقتي انا حطيتها على النار هاديه، هسيبها لحد ما تستوي وهغطيها شويه. اول ما تحمر معايا من تحت هحطها في الفرن واولع عليها الشوايه. هنغطيها بقى كده ونسيبها لحد ما تستوي معانا. هنبص دلوقتي، احنا هنبص على البطاطس بتاعتنا. ايوه اهي قربت، بصوا تتحمر معايا من تحت. فانا هحطها في الفرن على الشوايه احمر وشها. دلوقتي يا حبايبي انا هحطها في الفرن واولع عليها الشوايه شويه تاخد لون. يا حبايبي شكلها بعد ما طلع من الفرن. طبعا احنا عملناها دي وجبه سهله، تنفع فطار غدا فطار عشاء، ممكن غدا برضو لو عاوزين. ممكن تحطي مع البطاطس المهروسه ديت لو عندك قطع بسطرمه، قطع بيف صغيره، زيتون، جبنه تركي، جبنه موتزاريلا، جبنه مثلثات، اي نوع جبنه بتحبيه. وكده احنا هنحبب ولادنا في الاكل. يلا بينا نشوف هنقدمها لهم ازاي.
دلوقتي ده حبايبي شكلها شايفين عامله ازاي، حلوه جدا وجميله. وشايفين هتيجوا تفتحوا كده شايفين هتلاقوا الجبنه بتشد جواها. وبألف هنا وشفا لاولادكم، ويا رب تكون وصفتي عجبتكم. وما تنسونوش في التعليق والشير واللايك والاشتراك في القناه بتاعتي. مع السلامه.